مشاهدي قناة ميديا نيوز، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج رأي في الحدث. عالم الدولة الجزائرية من رسمته وتفننت فيه أرواح أكثر من 1.5 مليون شهيد، تتطاول عليه اليوم أيادي مغربية متسخة عشية الاحتفال بذكرى أول نوفمبر المجيدة. تتجرأ عليه يد حميد النعناع المنتمي إلى صفوف حركة الشباب الملكي، وهو شاب مغربي يعمل في إيطاليا. ماذا يعمل؟ يرضع حليب الإيطاليين ويترامى بين حاناتها كخادم لأبناء روما، ويمسح كؤوس الشامبانيا والنبيذ. وها هو اليوم يحاول أن يطهر نجاسة يديه بطهارة العلم الجزائري بحجة إسقاطه من أعلى القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء فقط ليظفر بفرصة لمسه. لكن هيهات يا ابن روما، ويا من فقدت شهامة العروة وأصالتها، تتطاول اليوم على الراية الوطنية الجزائرية. لماذا؟ فإن كنت تريد التوبة عن ماضيك في روما وخطاياك فبابها مفتوح، ليس بشرط لمس العلم الجزائري. أهكذا تهنئون الجزائر بذكرى أول نوفمبر يا أشقاء الجزائر، يا أبناء الحسن الثاني؟ أنسيتم أن استقلال بلادكم أخذتموه رأفة وعلى ظهور الشهداء الجزائريين؟ أم أن عودكم اشتد على راية فقط، وتبينون قوتكم على الأسطح وأمام الكاميرات العالمية فقط؟ لولا رجال الجزائر الشرفاء لبقي المغربي يقبل أيادي الفرنسيين ويلعق أيادي الملوك. ولكن هيهات وشتان بين المغربي الأصيل وبين أتباع الرومان أشباه المغاربة. كيف تسول لك نفسك أن تتجرأ على علم الشهداء وتحرق بذلك كل صورة جميلة عن المغاربة الشرفاء مغاربة الأمس؟ ألست أنت وأمثالك من تبكون ليل نهار على فتح الحدود البرية لأن الجوع قتلكم؟ ولكن والله لن تفتح لا الحدود ولا غيرها. يا من تتكئون على خيرات الجزائر، لا تنسوا أنفسكم ولا تأخذكم كلمات الشباطي اللعينة، فهو حافظ أمره، أو بالعامية الجزائرية قاضي صوالحو. فأنتم الشعب البسيط من تندبون أيامكم للقوت، وأنتم من تقطعون الحدود الجزائرية ليلا للظفر بكيلوغرامات من العجائن والمعكرونة. والله حتى هذه لن تطالها أيديكم بعد أيام. كيف تفعلون ما فعلتم؟ والله كل من تطاول على العلم الجزائري نال حظه من التشتت والتشرذم، لأنه بالأحرى سب الشهداء الذين هم عند ربهم خالدون. والله حتى الشعب الصحراوي المستعمر من طرفكم لم يفعلها يوما، ولم يحرق علم المغرب بالرغم من أنه مستعمر. بل هذا دليل على أن الشعب الصحراوي يعرف الأصول، ليس مثل القردة التي تسلقت الجدار الأبيض للقنصلية الجزائرية وأسقطت علم الدولة الجزائرية، سيدة المغرب وسيدة العرب. أفيقوا، يمكنكم التوبة قبل فوات الأوان، لأن السكوت الجزائر ليس بالسهل، وكل من تطاول على بلد الشهداء ضاعت أيامهم وأحرق مستقبلهم. فلا تلعبوا، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. بالأمس تطاول شباط أمين حزب الاستقلال على تندوف، لكنه نسي أن يطالب بحق المغاربة المسلوب بغير وجه حق، وهو استرجاع سبتة ومليلة، والتي يدخلهما شباط بالتأشيرة، حتى الملك يدخلهما بالتأشيرة، ونسي بذلك أنه نهب أرض الشعب الصحراوي، وهو من يطالب اليوم بأرض الأحرار. يا شباط، أوجد لنفسك مكانا في المغرب قبل أن تتكلم عن تندوف، وقبل أن تأخذك أحلامك بعيدا. هل تريدون إعادة سيناريو الستينات عندما دخلتم وبجيوشكم إلى بيوتكم خوفا من جنود محمد شعباني والهواري بومدين، أم أن هناك من يحرككم بالعصا كما تحرك الأفعى الميتة؟ رسالة إلى كل مغربي أصيل: لا تزال العروبة والشهامة تعتليه. يجب أن تذكر من ذهب عقله أنه يلعب على ظهر الأسد، وأن للتاريخ رجال
ورجال الجزائر كتبوا التاريخ. نحن أرفع من أن نسقط علم دولة ذات سيادة، فأنتم أسقطتم علم الجزائر ونسيتم علم إسرائيل التي تستبيح عرضكم وتقتل إخوتكم في فلسطين والعالم العربي. اسألوا عن بمبركة أين هو؟ اسألوا إسبانيا التي وطأتكم وساقتكم من آذانكم ولم تتفوهوا بكلمة واحدة، تتجرؤون على الشعب الصحراوي فقط. يقول الشعب الجزائري بالعامية: الجوع تفرعين من الروس فارغين. أنتم أنزلتم علم الجزائر، لكن ستندمون أشد ندم، لأن الجزائر لا تلعب مع الصغار ولا تضيع وقتها في قفزات القردة وشطاحات الضباع. الجزائر لا تخاطب فارغ العقول ولا مجنوني السلاطين ولا مقبل الأيدي. الجزائر تترفع عن كل دنيء، فموتوا بغيظكم، والأجدر بكم إسقاط علم إسرائيل التي تجوعكم، لا علم الجزائر التي تضعكم تحت جناحها وتؤكلكم وتغض بصرها عن ما يدخل إليكم من نعم وقوت عبر الحدود التي تبكون كل ثانية على فتحها. رسالتي إلى الشعب المغربي الأصيل أن تنصحوا إخوانكم المغاربة الخارجين عن مغربيتهم الحقيقية أن يصحوا من غفلتهم، لأنه ليس لديهم غير الجزائر تحن عنهم وتخرجهم من الجوع وفقرهم المدقع. إلى هنا ينتهي هذا العدد من رأي في الحدث. إلى اللقاء، وتحية خاصة إلى شرفاء المغرب الحقيقيين. السلام عليكم.